ليه ده رئيس الدولة لما طلع مع الإمام الشيخ الطيب قال لك الغي الطلاق الشفهي؟ مش عشان خاطر يساعد الناس، مش عشان خاطر ده أحسن لهم. انتوا عايشين في جحيم، ما توجعوليش دماغي، ما تطلعوليش عيال مشردة وتقولوا لي ده أنا مش لاقي آكل وتعملوا لي قلبان في الدنيا. لا، اكتم على نفسك وقفل. دي بالنسبة لي مش محاولات إصلاح، دي اسمها محاولات تلييس، دي اسمها محاولات إن أنا بكتم على العيال. خلي ياد أنت هتعيش كام سنة؟ مراتك 30 سنة، اقفل دخلهم جوه الاتنين وجمجم عليهم، وانت امضي قايمه عشان خاطر ما تحاولش تملص، وانت يا بت مش عارف اعملي كذا، ونفضل نموت بعض ال 30 سنه لحد ما ربنا يقبض ارواحهم. كلها تلييس. ما هو ليه؟ انا لو اب مثلا وفي طبقه متوسطه ودفعت اللي كنت هدفعه لك 10 سنين مره واحده، وتيجي تقول لي هطلق كمان سنه؟ تهبل يالا، ده انا ربط عليك انت ومراتك واحبسكوا جوه. انا عايز اقول لك في الاخر الناس بتعمل ايه؟ بتحاول برضو تقفل المخرج. انهي مجتمعات اللي عايز تقفل المخرج؟ وجهه نظري الفقيره، اللي هو مشي نفسك، ما حدش هيشيلك.